السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الامل في الباديه. اليوم ان شاء الله انا غادي نشارك معكم الخبز بالزرارع. عندي منافع وجنجلان نقيتهم وحما قليتهم في الفران، درتهم في الفران حتى تقلاو. عندي واحد قياس 2 معالق ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، وشويه الملحه، وكاس كبير ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب دافي. والطحين عندي 2 سلافات ديال الطحين. هذا خبز ديال زمان كيدار بالزرارع وبالحليب. عندي 2 سلافات ديال الفرينه، ماشي الفورص، هذا فرينه اللي كتكون مطحونه ومغربله. هاد المطحون كنغربلها كتجي قبيضه بحال الفورص. غادي نغربلها، غنزيد ليها الفينو، غنخلطها بالفينو ولا غير الفرينه بوحدها. انا بغيت نزيد ليها، كنبغيش ندير الفرينه بوحدها، كندير معاها الفينو. نغربل، نزيد 3 لاروب ديال 2 سلافات ديال الفرينه و2 سليك لاروب ديال الفينو. وناخد هاد الزرارع، هاد الزرارع كندير الزرارع بزيت قياس 2 حفنات هكا ديال الزرارع. ونزيد المليحه، الخميره، السكر. هذا ما كنديرش فيه البيض، غير الحليب صافي. ونجمع به، نزيد الحليب عاد نكمل بالماء دافي صافي. دابا غادي نخلط هاد الطحين مع هاد الزرارع. وغادي نزيد هاد الكاس ديال الحليب دافي باش هذا ما كيدار فيه لا زهر لا بيض. اللي بغا يدير فيه البيض كيدير فيه البيض، انا ما كنديرش فيه البيض، كندير غير الحليب والزرارع صافي. غنجمع بالماء دافي. العجينه ديالو كتكون عجينه هاديه، ما منخوفه، ما مفلوكه، ما تكونش منخوفه تاني بزاف وما تكونش قاصحه. العجينه كتبغي ليك اي عجينه خاصها تكون معجونه مزيان. الا تفعجنت مزيان راه دوكا انا جمعت هاد العجينه ودلكتها مزيان. راه كتبغي تليك اي عجينه كتبغي تليك، ماشي غير هاد العجينه. دلكتها باش ما نطولش عليكم، راه دلكتها مزيان صافي. دابا غادي نغطيها باش تخمر. مابقيتش غادي نزيدها الماء صافي. هذا هو القياس ديالها باش ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش هي مرخوفه بزاف. هذا هو القياس ديالها صافي. ودلكتها مزيان، كندلكها هكا ديال يدي.
صافي دابا انا غادي نغطيها حتى تخمر، عاد نقرصها. صافي دابا هذا هو القياس ديالها، غادي نغطيها حتى تخمر. دوكا بعد ما خمرت ليا هاد العجينه، انا غادي نكورها ونقرصو في اللاطه. دابا العجينه خامره، غادي ناخذ شويه ديال الزيت، ما غنديرش ليه، ما نقرصوش بالطحين، ندير غير شويه ديال الزيت، ما نقويش، غير شويه هكا باش غادي نبدا نقطع العجينه ونكور. هذا هو القياس ديالو اللي غادي ندير، كنديرو كبير شويه. دابا راه مازال غادي يخمر ويطلع. صافي دابا هذا هو القياس اللي غادي ندير، ما نديروش كبير بزاف وما نديروش ثاني صغير بزاف ثاني يجي صغير. هذه هي العجينه، القياس ديالها هو هذا، ما كتكونش منخوفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف باش كيجي. صافي دابا غادي نكور هاد العجينه ونحط في اللاطه حتى نكملها، عاد نرجع نقرص على ما تطلق ليا العجينه. التكراس ما نرقوش بزاف باش ما يجيش ثاني رقيق بزاف، خاصو شويه يكون طالع شويه. هذا هو القياس اللي غادي ندير ليه ديال التكراس. صافي ونحط في اللاطه. دوكا بعد ما قرصت هذا الخبز انا غادي ندير ليه البيض. ندير البيض بحال هكا بيضه بالبيض ديالها، صفر البيض وبالبيض ديالو، حيدت ليه البيض. غادي ندير ليه الوجه ديالو بالبيض ونرش عليه جنجلان ونخليه حتى يخمر. البيض بغيت نديرو دركا قبل ما يخمر نديرو، بغيت نخليه تيخمر نخليه. دابا انا نديرو دركا حتى ما يخمر، نجي ندير ليه البيض كيرجع يطيح في الخميره. انا كندير فيه البيض في الاول. البيض انا ما درت فيه حتى شي حاجه، خليته غير هكا، ما درت فيه لا خل لا زهر لا والو. لحمت غير خبز عادي ماشي كرص ولا. صافي وندير الجنجلان. ونكمل هادو اللي باقيين ونغطيه ونخليه حتى يخمر، عاد نديه الفران باش يطيب. انا ندير الفران يسخن كنطيبو في الفران ديال العواد. درك انا كنسخن الفران على ما يخمر ليا الخبز. انا غير كنعجن
وكنجي ندير الفران يسخن باش يلاه يسخن مزيان، حيت خاصو يسخن بزاف، خاصو كيهز بزاف ديال العواد واش كيسخن. خاصني نبقى مقابلاه ونزيد العافيه. فين ما كتبان ليا العافيه بدات كتطفى، خاصني نزيد العواد. دركا بعد ما خمر ليا الخبز انا غادي ندخلو الفران باش يطيب. دابا الفران راه سخون صافي، دابا غادي ندخلو ونسد عليه حتى يطيب، غادي نشاركو معكم. هذا هو الخبز اللي شاركت معاكم، انا غادي نقربو لكم باش تشوفوا كيفاش جا. هذا هو الخبز ديال زمان اللي كانوا يديروه الناس زمان، وانا شاركته معكم اليوم، ونتمنى من الله يعجبكم، ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.